مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وفلوج جديد. ويا جماعه انا والله مش عارفه هعمل ايه في الفيديو النهارده، ولكن قلت احنا محتاجين نورماليز كده ان انا اصور فيديوهات في اي وقت. المهم هبدا معاكم الفيديو بالاوردر اللي انا كنت قلت لكم ان انا طالباه. كنت طالبه اوردر حاجات اكل يعني من ويب سايت اسمه اركان فود تقريبا. فاول حاجه طلبتها وقلت لكم ان انا هطلبها الفيديو اللي فات اللي هو السير بالكراميل ده بتاع منوتي، ولكن انا طلبت اللي هو اللتر منه. انا كنت وريتكم الفيديو اللي فات اللي هو 350 مللي، فلما عجبني طلبت ده، وده كان سعره عامل 275 بالتوصيل. بعد كده بقى يا جماعه اللي انا طالبه عشانهم الاوردر الحاجات دي هوريهم لكم حاجه كده. اول حاجه دي حاجات كده يعني كذا باكتس كده، بتكون حاجات جاهزه او حلويات جاهزه، يا دوبك انت بس بتحطي عليها لبن، بتحطي عليها بيض حسب ما هما بيكونوا كاتبين هنا، وبتبقى اسهل يعني. المهم اول حاجه هو الماركه بتاعتها اسمها بيكلاند تقريبا، بيكلاند ايجيبت. فاول حاجه انا جبتها خلطه الكوكيز بالشوفان والشعير ودقيق القمح الكامل، ده انا جايباه لبنتي، ده كده شكله، وهنفتحه سوا مع بعض. بصراحه انا فتحت الاوردر يعني علشان اشوف كويس ولا ايه قبل ما اخده من المندوب. بيكون جواه زي كيس دقيق كده اهو، بيكون عليه بقى الخلطه بتاعته كلها، ومكتوب ورا ان انتوا هتحطوا الكيس ده ومعاه 2 بيضه ومعاه 100 جرام زبده طريه و50 جرام قطع شوكولاته. بس ده اللي انت هتحتاجيه، هما بيكونوا كاتبين انت محتاجه ايه، وبتعجني البسكوت ده وخلاص بيكون جاهز على التسويه. فدي حاجه سهله قوي قوي وفكره حلوه لو انتوا عايزين تعملوا حلويات باستمرار، بس مش بروفيشنال يعني. انا ما بعرفش قوي اعمل حلويات بصراحه. بعد كده الحاجه الثانيه اللي انا جبتها اللي هو خلطه الدونتس، خلطه لعمل الدونتس. برده مكتوب هنا ان انتوا بتحطوا كيس الدونتس، بتحطوا معلقه خميره فوريه وبتحطوا معلقه زيت وكوبايه ميه، مكتوب هنا على العبوه الحاجات اللي انتوا بتحتاجوها تحطوها والطريقه، وبرده موجود جواه كيس. المهم يعني كل العلب نفس التفاصيل. فانا جبت الكوكيز وجبت الدونتس وجبت يا جماعه البراونيز، علشان انا فشلت فشل ذريع ان انا اعمل براونيز في البيت، فجبت الخلطه بتاعته، وانا من الناس اللي بتحب البراونيز قوي قوي فقلت هعمله. وكمان جبت المافن، يعني جبت مافن وبراونيز وزي ما قلت لكم دونتس، والكوكيز اللي هو بدقيق الشوفان ده ودقيق القمح الكامل عشان اعمله لبنتي. ان شاء الله الفتره الجايه هنجرب الحاجات دي كلها مع بعضها، هقول لكم بقى هي حلوه ولا لا. وعلى فكره اسعارهم مش غاليه قوي يعني، تقريبا الكيس ده كان عامل 85، كل واحد فيهم كان عامل 85 جنيه تقريبا كده يعني. فحلوين قوي قوي، وهجرب بقى يعني، ما اقدرش احكم عليهم دلوقتي، هجرب وبعدين هقول لكم هم حلوين ولا لا. بس انا بالنسبه لي منجزين بصراحه. هعمل خلطه البراونيز، هحط عليها البيض واحط عليها الزبده وخلاص، احنا كده خلصنا وعملنا براونيز. بقى يا جماعه انا هشيل كل الحاجات دي احطها في اماكنها، احطها في ضفه الخزين، وهنجهز لعزومه، لان احنا عندنا عزومه بكره للعيلتين. انا عازمه حماية وحماتي وعازمه ماما وبابا واخواتي، فانا عازمه العيلتين كده. فاحنا محتاجين نجهز العزومه من بالليل من دلوقتي، لان انا الفتره دي بصحى متاخر قوي. فانا ولما بيكون عندي عزومه بحب ان انا اجهز لها من بالليل عشان اصحى براحتي بقى، اروق البيت، ابخر البيت، اظبط الدنيا كده. اللمسات الاخيره اللي بنعملها في البيت بعملها يوم العزومه وخلاص يعني، وبتبقى على التسويه على طول. فانا برده مش هعمل اصناف كتير قوي، لان انا بابا وحمايه ما بيحبوش الافتكاسات في الاكل قوي. فانا بصراحه هعمل الاكل البيزك خالص، مش هعمل اصناف كتير يعني، علشان برده يعرفوا ياكلوا، او ما افتكسش اي افتكاسه ما تعجبهمش يعني. هو الجيل القديم ده ما بيحبش الاكل بتاعنا. بصوا انا جبت كل حاجه انا محتاجاها للعزومه، فهنشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. انا هعمل المكرونه بشاميل فهجهزها من دلوقتي، تقريبا هي دي الحاجه اللي هتتعمل، وهتبل الفراخ برده من دلوقتي، وهطلع اللحمه تفك لبكره. فهنعمل شويه تفاصيل كده ونكمل برده الفيديو بكره ان شاء الله يعني. هكمل لكم الفيديو لبكره ان شاء الله ليوم العزومه. يلا بينا بقى يا جماعه نشوف ورانا ايه. وانا قلت لكم ان انا جايبه حاجات للعزومه، كان منهم البصل، وصورته معاكم الشوت ده علشان اقول لكم انه التربوهات اللي بتبقى معموله في المطبخ دي من اهم الحاجات اللي ممكن تعملوها في المطبخ، لانها زي ما انتم شايفين انا كان المطبخ القديم ما عنديش فيه، فكنت بحطها بقى في علب وحاجات كده وكانت بتبوظ. انما السلات دي او الباسكت او التربو ده اللي بيبقى معمول للخضار مخصوص، بيبقى متفتح بطريقه معينه عشان الخضار ما يبوظش، وبصراحه بيبقى شكله شيك قوي قوي عن التربو اللي بيكون منفصل على المطبخ، اللي بيكون الوانه بقى كتير قوي وبيكون بره المطبخ محطوط جنب المطبخ، فبيبقى شكله وحش قوي قوي. قلت بقى اول حاجه هبدا فيها هي المكرونه، علشان هتاخد وقت، فغليت لبن وغليت لبن بلدي، لانه بيكون طعمه حلو قوي في الحاجات اللي زي كده، في الرز بلبن، في المكرونه بشاميل، فبيبقى طعمه حلو قوي قوي. بعد كده بقى انا عملت المكرونه المره دي باللحمه المفرومه، لانه مش كله بيحبها بالفراخ زيي، فعملتها باللحمه المفرومه. لكن انا مستحيل اعملها في البيت، لو هناكلها احنا مستحيل اعملها بلحمه مفرومه، بنحبها بالفراخ اكتر.
عصقت اللحمه بالطريقه العاديه قوي، حطيت عليها بصل وقطعت فلفل الوان اصفر، وبعد كده حطيت البهارات اللي تحبوها، وبعد كده جبت بقى، كنت سلقت المكرونه وعملت البشاميل. عملت البشاميل بالاكياس اللي هي الجاهزه دي، بصراحه ما بقتش افرهد نفسي بطريقه البشاميل العاديه اللي هي بقى نحط زبده ودقيق وما اعرفش ايه، ما بقتش اعمل كده خالص، بقيت استسهل بصراحه. بعد كده بقى حطيت طبقه مكرونه وعليها شويه من البشاميل وقلبتهم ببعض، وبعد كده حطيت اللحمه المفرومه وهحط الباقي من المكرونه واحطه فوق البشاميل. في ناس بتعمل ايه بقى، بتقلب كله في بعضه، يعني المكرونه في البشاميل في اللحمه وبتعملها كلها في بعضها وخلاص. انا ما بحبش كده بصراحه، يعني ممكن اعمل كده في الفراخ لان قطع الفراخ بتكون كبيره وواضحه، انما اللحمه لا، اللحمه المفرومه هتدوب وما بتبانش ابدا ابدا. فانا بحب اعمل طبقات لو هعملها باللحمه المفرومه. صبيت بقى عليها البشاميل زي ما انتم شايفين، وانا بحب البشاميل يكون كتير وخفيف شويه. وخلي بالكم المكرونه ما يحصلهاش اي حاجه لو باتت، بتطلع تحفه وكانكم عاملينها في نفس اليوم، بس انجزت معايا جدا جدا اليوم اللي بعده. بقى انا عندي هنا الفراخ اهي، غسلتها كويس قوي قوي وشطفتها، غسلتها بليمون وملح. انا ما بغسلش الفراخ بخل لان الخل بيزفرها. وعملت التتبيله هنا في الكبه، حطيت بصله وحطيت طماطم وحطيت فلفل واي بهارات انتوا بتحبوها، وحطيت اهم حاجه الزبادي، وهبدا اتبلها دلوقتي علشان اسيبها لبكره هتتشوي بكره. بصوا بصراحه انا جربت ان انا ابعت الفراخ تتشوي بره، بس ما بيعجبنيش ابدا ابدا الشوي بره او التتبيله او اي حاجه من الحاجات دي. انا خلاص يعني هشويها في البيت، انا بقى عندي مكان ان انا اشوي فيه في البيت، فخلاص قلت هشوي الفراخ في البيت. بحب اتبل الفراخ وانا بايدي كده، معرفش البس جلافز ولا اعرف اتبلها بمعلقه علشان الفراخ كلها تاخد من التتبيله، فبتبلها بايدي احسن. حطيتها في العلبه دي عشان العلبه دي ليها غطا، فهحطها بقى علشان ما تعملش ريحه في التلاجة، هغطي عليها كويس قوي قوي واحطها تتبل لبكره ان شاء الله. بقى اول ما نصحى هنبدا نشويها على طول. كده شكل الفراخ شكلها تحفه والتتبيله بتاعتها خطيره. وبعد كده هغطي بقى عليها العلبه كويس قوي قوي عشان ما تطلعش ريحه في التلاجة، لان التتبيلات بتعمل ريحه جامده قوي في التلاجة. وهحطها بقى في التلاجة لبكره ان شاء الله. زي ما قلت لكم اول ما هصحى على طول هبدا شوي فيها. ده كده شكل المطبخ بعد ما خلصت. هو يبان لكم مش متوسخ ولكن هو متوسخ قوي، فانا هلم الدنيا دي كلها وبعد كده خلاص. يعني انا ما اقدرش اعمل حاجه اكتر من كده، ومفيش حاجه ينفع تتعمل اكتر من كده من الليله دي. فهكمل بكره ان شاء الله. اشوفكم بكره بقى، تصبحوا على خير. وده بقى يا جماعه كان يوم العزومه. الحقيقه ان انا ما عرفتش اصور لكم فيه كتير قوي، تفاصيل كتير قوي، لان انتوا عارفين لمه العيله وبنبقى كلنا اصواتنا طالعه في التصوير وبنبقى قاعدين مع بعض كلنا. ده كنت بوريكم هنا اللحمه، انا سلقت لحمه وعملت فراخ مشويه اللي انا تبلتها معاكم امبارح، عملتها برده شويناها في البيت على الفحم، كانت تحفه احسن مليون الف مره من اللي بتتشوي بره، وكانت مستويه حلوه قوي. عمري ما شويت فراخ بره يا جماعه الا وكانت جايالي نيه وزفره. بصراحه انا جربت كتير قوي، فهشويها على طول في البيت زي ما قلت لكم. وده يا جماعه كان شكل صينيه المكرونه بعد ما طلعت، كان شكلها تحفه قوي. وكان حمايه طالب مني رز اللي هو بيبقى رز معمر ده، فانا عملته له في طاجن، كان عندي طواجن وعملته فيه وكان خطير برده بصراحه. الاكل كان تحفه واليوم كان تحفه والقعده معاهم كانت حلوه قوي قوي. بالله اليوم خلص والاكل كان تحفه بشهاده كل اللي اكل. ما عرفتش اصور لكم حاجه اكتر من اللي انا صورتها بصراحه، لان انا قعدت معاهم، حبيت ان انا استمتع بالاجواء وبالقعده اكتر من ان انا اصور. هقفل معاكم بقى الفيديو لحد هنا، وقولوا لي رايكم، انزلوا حالا تحت في الكومنت قولوا لي رايكم في الفيديو، واعملوا لايك يا جماعه للفيديو علشان يوتيوب يرشح الفيديوهات لناس تانية غيركم، واعملوا سبسكرايب للشانل لو انتم مش عاملينه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.